ساخنة. يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف معالي وزير الإعلام السيد عامر الزعبي. السيد عامر، أهلا وسهلا فيك في برنامج نقطة ساخنة. أستاذ عمران. أستاذ عمران، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. كما يسعدنا أن نستضيف الصحفية الأمريكية ليلى. Miss Leila, you are welcome in our program. Thank you, and all the Syrian people. Okay, Miss Leila, what do you want to ask Mr. Master? Hello, Mr. Jabi. What do you think about bombing Israel's sensitive sites in Syria? Okay, what about Syrian response and how it will be? Or Syria and Israel are friends? And can you debate things on the table instead of the military? معلم منين جايبيننا هاي؟ حبيبي أنا عربي يا دوب أفهم، هي بتحكي إيطالي. معالي الوزير الكلام إنجليش باللغة الإنجليزية. لا إنجليش ما إنجليش خيال ما بدي. شباب تصرف. شباب فاصل ونعود من جديد. اهلا وسهلا بكم مجددا اعزائي المشاهدين، ونعود لنكمل برنامجنا مع السيد الوزير معالي الوزير. هناك احداث حصلت في سوريا مؤخرا، هل يمكن لك ان تطلعنا عن الاحداث بالتفصيل؟ الغارة الاسرائيلية التي حصلت بالتفصيل، ماذا حصل؟ والله جيت لحضن أمك وأبوك. سمعتي خانوم هيا سيدي مو ساعة وأنا ماني فاهم شيء. باسمي وباسم الحكومة السورية وأنا من مكاني هذا أقول أننا سوف نرد وبقوة على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سوريا، وهذا دليل على مواقف السورية ضد الشعب، ضد الإرهاب. ولكننا الآن مشغولون بسبب عمليات تطهير الشعب السوري، تطهير سوريا من المندسين، وراح نهاجم إسرائيل وناخذ دوار الشعب السوري، وراح نسعى لتطهير سوريا من شعبها خوفا عليهم من الغارات الإسرائيلية. يعني نحن حق قتلهم من الغريب، يعني جحا أحق بلحم تورو. أولى بلحم تورو. طيب معالي الوزير، الغارة شو استهدفت بالضبط وشو هي النتائج؟ الغارة استهدفت جبل قاسيون والنتائج بسيطة وعادية كتير، وسيادة الرئيس بخير. طيب هل استهدفت مناطق عسكرية؟ لا استهدفت متجنة للأحصنة وسيادة الرئيس بخير. طيب استشهد حدا من الدجاج، قصدي المدنية هني؟ لا فقط دجاجتين، وواحدة بحالتها مستقرة كتير حالتها مستقرة، ونقلناها لمشفى تشرين المتجني العسكري وسيادة الرئيس بخير. بعيدا عن الدجاج معالي الوزير، أقصد المدنية، هل أصيب أحد؟ هل كان هناك إصابات مباشرة في صفوف المدنيين؟ نعم والمهم أن سيادة الرئيس بخير. طيب سيادة الوزير، ما عدد الذين استشهدوا في بانياس. بانياس لأنه قريبة على جبل قاسيون معالي الوزير. نعم هي في الجزء الغربي الجنوبي الشرقي تحت جبل قاسيون، وقضوا جراء الغارة الإسرائيلية، وشاهدنا على شاشات التلفاز أن أغلبهم قد ذبحوا جراء الغارة الإسرائيلية، والعدد حوالي تقريبا هيك شيء إذا عنا ضربناه يعني 2000. وسيادة الرئيس بخير. لا سيادة الرئيس ليس له علاقة بما حصل في بانياس. معالي الوزير، متى ستقوم الحكومة السورية بالرد على إسرائيل؟ انت اسئلتك كترت كتير. بما انه نحن ببلد ديمقراطي رح جاوبك. شكرا. سوف نرد على اسرائيل باقصى وقت ممكن وقريبا جدا. جميل. ولكن اسرائيل ليست جاهزة الان.
وليس لديها قوة للتصدي لهجومنا. نحن نخاف على المدنيين الإسرائيليين، على المدنيين الفلسطينيين. طيب كثير مستعجلين سيادة الوزير. معالي الوزير يعني انتم عن جد حطمتوا ارقام قياسية في العجلة، ليش ما بتترووا قليلا؟ يعني خلينا نعرف اذا هن بيضربونا بلكي سنغافورة تضرب بني اسرائيل مثلا. جاري التحقق، وإن شاء الله قريبا جدا نطلع على شاشات التلفاز ونبدي رأينا ونقول مين اللي ضربنا. طيب معالي الوزير، كيف كانت ردة فعل الرئيس السوري بشار الأسد؟ سيادة الرئيس كان حزين كتير وضل ساعات يعني مصدوم جراء بما حصل. يعني تصور كاسة الكافي ما شربت. طيب معالي الوزير، تداولت بعض المحطات التلفزيونية خبر نشره شريف شحادة. قال شريف شحادة أنه تعامل مع الطيران الإسرائيلي وأسقطوا الطائرة وجلبوا الطيارين. هل يمكن لك أن تشرح لنا هذه؟ طبعا قام جيشنا باسل. نعم الباسل بعملية إسقاط مظلي في إسرائيل، وتم القبض على الطيارين الإسرائيليين وإحضارهم إلى سوريا. معالي الوزير، قصة إسقاط مظلة في إسرائيل ممكن الجمهور يبلع، بس الرجعة يعني طلعوا تعربشوا على المظلات ورجعوا شلون؟ نحن نملك في إسرائيل أصدقاء مخبرين لنا، وساعدونا وأخذونا للطيارين سرفيس قاضي عسكري مسار سوريا جزماتي وجابوهم وصاروا عنا. تسمح لي معالي الوزير بمداخلة صغيرة؟ يصير لك ساعة عم تحكي، تفضل. سمعنا انه رئيس الجمهورية السورية بشار الأسد أثناء القصف كان شايل موبايله الايفون. لحظة أنا بحب نوه للسادة المشاهدين لصحة الإعلام إنه موبايل سيادة الرئيس مو ايفون، موبايله جالاكسي تاب حديث يعني. فشغل الفايبر. المهم شال الموبايل الجالاكسي وصور جبل قاسيون اثناء القصف، وكان عم بيقول 5/5/2013 اسرائيل تقصف جبل قاسيون، الله اكبر عليك يا ضراب. والله بدي اعلم معك هو بالك هو بقى كرمالك بس او كرمال اعلام. طيب مشان المصداقية، سمعنا كمان انه بشار الاسد بعد القصف امر جميع القنوات التلفزيونية وضع اغنية يا حيف. والله يا حيف عليك. تعال هون